زي ما قريت يا بيه بالظبط في العنوان، الزمالك في عهد حسين لبيب لحد اللحظة دي قبل ما يتوج حتى بالدوري والكونفدرالية صارف صافي نص مليار جنيه. صافي دي يعني انا شايف فلوس ناصر ماهر ودونجا. هتشتم وتقول انت اهلاوي، وهتشتم تقول وانت مدلس. طب ورقة وقلم وآلة حاسبة وقهوتك وتعالى. منذ مجيء جون ادوارد الزمالك تعاقد مع 12 صفقة. تعال نراجعهم مع بعض بالورقة والقلم وقيمة كل انتقال. اول لاعب وهو اهم لاعب هو اخوان بيزيرا. الزمالك تعاقد مع بيزيرا من نادي اوكراني بمليون و800 الف يورو. ده مش الرقم اللي احمد جايبه، ده الرقم اللي اعلنه النادي الاوكراني على صفحته الرسمية. واليورو وقتها كان ب 55 ونص، يعني 100 مليون جنيه على اقساط. والزمالك لما اتعثر في القسط الثالث اتوقف له القيد. تاني صفقة وهي بنتايج. في الجزء الأول قلت لك قيمة إعارة بنتايج، دلوقتي هقول لك بقى قيمة انتقال وشراء العقد النهائي بتاع بنتايج. قيمة الشراء كانت مليون دولار، والدولار في وقتها كان ب 49 ونص، يعني حوالي 49 مليون ونص، 50 مليون جنيه كمان. تالت صفقة هي محمد إسماعيل من زد، ودي كانت قيمتها 45 مليون جنيه على اقساط برضه. رابع صفقة بقى هي الشيكو بيزو والشيكو بنزا من البرتغال. الراجل جيب انتقال ب 800 ألف دولار، ووقتها الدولار ب 49 ونص، يعني 40 مليون جنيه، وبرضه على اقساط. خامس صفقة كانت أحمد ربيع من البنك الأهلي ب 35 مليون جنيه على قسطين. سادس صفقة اللي أنا وأنت ما شفناهاش هي المغربي عبد الحميد معالي. الراجل اللي الزمالك اشتراه من طنجة ب 500 ألف دولار، والدولار وقتها ب 49 ونص، يعني 25 مليون جنيه. سابع صفقة ودي أهم صفقة عملها الزمالك والأكثر استفادة هي الفلسطيني عدي الدباغ. الزمالك اشترى عدي من فرقة في بلجيكا ب 350 ألف دولار بس، يعني 18 مليون جنيه. تامن صفقة هي الجناح أحمد شريف من فاركو ب 30 مليون على 3 اقساط. الصفقة اللي بعدها عمرو ناصر مهاجم الزمالك الحالي اللي برضه كان بيلعب في فاركو، الزمالك اشتراه ب 35 مليون جنيه على اقساط برضه. واخر 3 صفقات ادم كايد، مهدي سليمان، حتى الواد الكيني ولا الغيني اللي انت ما شفتوش ده، كل دول انتقال حر. دول بقى كلهم عاملين على بعض كام يا معلم بالصرف ده؟ 380 مليون جنيه. في المقابل بقى الزمالك باع لعيبه بكام؟ باع لعيبه ب 155 مليون جنيه. تعال نراجعهم بسرعه مع بعض. ناصر ماهر الى بيراميدز ب 55 مليون جنيه، دونجا للنجم السعودي ب 800 الف دولار، يعني 40 مليون جنيه، مصطفى شلبي للبنك الاهلي ب 30 مليون جنيه، وبرده للبنك بس المره دي سيد عبد الله نيمار ب 30 مليون جنيه. يبقى دول كام يا معلم؟ 155. شيلهم بقى من 380 اللي احنا لسه قايلينهم، يبقى كده صافي صرفك في الموسم الحالي 225 مليون جنيه، يعني ربع مليار.